السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم حكايتي وحكايتك، وين نحكي قصص واقعية جزائرية عالمية ودينية. إذا كنتوا تحبوا هذا النوع من القصص ما تنسوش تشتركوا في قناتي، وبكم تكبر عائلتي. وبسم الله نبداو في حكاية اليوم. يقول صاحب القصة: السلام عليكم، أنا اسمي جعفر. نولي بكم لسنوات التسعينات، وين كان في عمري 22 سنة. هذوك السنوات كانوا معروفين بالعشرية كما قاعد تعرفوها. أنا كنت إنسان بسيط، كنت شاب في مقتبل العمر، كنت نحوس نبني حياتي كما قاع لي جون في ذاك الوقت. قررت ندير يعني مشروع نعيش به أنا والعائلة نتاعي. درت طابلة براكة هكا نبيع فيها الماء الحلوى الكاوكاو، كنت عارفو ذو الصوالح يعني تاع اللي يجيبوا شوية مصروف اليومي. وهذيك الطابلة، هذيك البراكة، هذيك طابلة، قولوا طابلة، حطيتها عند المقبرة، وفصل المقبرة. من العلم أنا من ولاية عين الدفلة. حطيتهم وقعدت كل يوم نسترزق، كل يوم يعني كل الناس كيجوا للجنازة، خاصة بأيام الجمعة الناس يجوا يزوروا القبور وكل شيء، يفوتوا عليا يشروا الماء، يشروا دوك الحلوى، اللي يبغي يصدق اللي يبغي. فلقيت يعني واحد الخبيزة تما، قعدت عايش بها نورمال كيما قاع ليجان. المهم ندخل رزق حلالي، هذا هو اللي كان يعني الهدف تاعي. واحد النهار شفت واحد المرأة خارجة من المقبرة، لابسة جلباب أكحل، مرأة طويلة شوية، وجات جمعت يعني حدايا عند وين انا حاط الطابلة تاعي، بصح شوية بعيدة عليا، سما خطوات. جمعت وقعدت تطلب. هذيك المرة كانت لابسة جلباب ودايرة النقاب ودايرة ليغون ودايرة تقاشير، يعني ما يبان لون البشرة تاعها، ما تعرفش كي داير. الناس هكا، الناس يعني يتهلوا فيها، خطرة اللي يعطوها دراهم، كاين اللي يجيب لها ماكلة، كاين اللي هي تشدها وتسكت زعما ما تهدرش. ومن بعد يعني انا كي شفتها كل خطرة تجي وكل شيء، قلت مسكين هذه باينه بلي مرا كبيره، راه ما عندهاش وانسانه قليله وكاع. مشيت لعندها قلت لها: السلام خالتي، الا كاش ما احتاجيتي ولا قولي لي، انا راه عندي طابله هنا، راه عندي زعما كاع الحوايج اللي ما تخلصينيش، نعطيك في سبيل الله، وش راه خاصك خالتي نجيب لك. ما هدرتش معايا، ما ردتش عليا، ما شافتش ميم با فيا. انا كي درت معاها كنت واقف، من بعد انايا حست لعندها وهوت، يعني هوت، قلت بالك ما تسمعش مليح، ولا بالك مرا كبيره ولا. من بعد قلت لها: خالتي كي تسمعيني، كاش ما احتاجيتي ولا كاش ما جا في خاطرك ولا قولي لي، ما تترديش، حاجه اللي جا في خاطرك نعطيها لك. والو، هذيك المره ما سمعتش كاع لافوا تاعها وما سمعتش هضرتها كي دايره. استغربت، قلت بالك ما تسمعش وبالك ما تهدرش. المهم انا وليت الطابله تاعي، احنا قاعدين هكا والنهار فايت عادي، حتى جات يعني كانوا جايبين جنازة يدفنوها. جابوا هذيك الجنازة، هذيك المرأة كي شافت هذيك الجنازة ناضت تجري، دخلت المقبرة تجري تنقز هنا والهيه. هيا قلت مسكينة شو مشات تسترزق بزعما باش تطلب من هذوك اللي راهم يدفنوا كل شيء. قلت باينة مشات تسترزق. ايوا ولت كي راحوا الجنازة وكل شيء، هي ولت لبلاصتها وجمعت ومدت يدها هكا تطلب. كملت الخدمة هذاك النهار. أيا كي جيت غادي كي طاح المغرب، لميت صوالحي باش نروح للدار، وهذيك المرأة عادة قاعدة نقول مسكينة، هاد المرأة قاعدة في هذا الوقت هنايا ومقبرة. أنا لميت كي شافتني لم في صوالحي ناضت، هذيك المرأة ناضت، أنا لميت كل شيء وصايرني رايح. هي دخلت المقبرة. أنا قلت: كيف هذه تدخل المقبرة في الليل؟ زعما نتوما في ميزكم مرة تدخل المقبرة في الليل؟ عاد قلت انا سبحان الله، علاه دخلت المقبره؟ عاد قلت بالك راه داسه كاش ما داسه حوايج تما ترفدهم وتروح، ما ديتهاش فيها. ايوا ورحت شورت للدار.
الغدوة الصباح تاني صليت الفجر، جيت كي صليت الفجر جيت لبلاصتي، حليت هذيك الطابلة تاعي وكل شيء، ستفت صوالحي قاع حتى شفتها خارجة من المقبرة، خارجة كيما مداري، جات جمعت تاني حدايا وقعدت تطلب كل واحد شي يعطيها، كل واحد شي يعطيها. فذاك النهار تاني جات واحد الجنازة، هي كي تشوف الجنازة جاية تنقز تنوض تقول مش قاع شافت، تنوض تجري تدخل المقبرة تتبع الجنازة، وكي يروحوا صحاب كي يدفنوا كل شيء يروحوا قاع أي تولي لبلاصتها حدايا. في ذاك الوقت تاني في ذيك الليلة آه تاني قربت من عندها قلت لها خالتي كاش ما احتاجيتي ولا زعما علاش كاش ما خصك ولا علاك تدخلي المقبرة في الليل، ما عندكش وين تباتي ما عندكش وين ترقدي، كاش ما خاصك حاجة قولي لي. وهي قاع ما هضرتش معايا، بصح يا خوتي الحاجة اللي يعني اللي ضرتني كي قربت لها واحد الريحة ما متأمنوش عقلكم، ما قدرتش نشمها ريحة الجيفة فيها. أيا نط ما قديتش نط، بعت رحت للطابلة تاعي وقعدت. يا لطيف ذيك الريحة ما ننساهاش. كي جا وقت المغرب كيما مداري لميت صوالحي جيت مشور، ناضت هي تاني دخلت المقبرة. كي دخلت يا ناس هاي توسوست لها كيف هذه تدخل ترقد في تبات في مقبرة، تمش مرة تبات في مقبرة مالقري ما عندهاش وين تبات ولا بصح مشي ترقد في مقبرة زعما بعدا. اي قلت والله نتبعها، اي تبعتها في الليل صاي المغرب يعني مور المغرب يبدا يطيح الليل كم شايفين الدعوة. تبعتها سيرتو في المشتى، اي تبعتها هي تمشى وانا نتمشى موراها شوا مسافة قريبة شوية مشي بعيد. ومن بعد داك شغل غابت على عيني ما شتهاش، كانت عادة كاينة شوية الحالة شوية عادة الضوء باين شوية بين ظلمة وبين الليل والنهار شايفين ذاك الوقت هذاك. ايا كاين واحد كي دار هكا صغيرة مانيش عارف كيش نوصفها لكم، مش عارفة يديروا فيها بالك الاخر يديروا فيها صوالح اللي يدفنوا بيهم ولا مانيش عارف. المهم انايا كي ما لقيتهاش انا جيت فايت على هذيك البلاصه كشغل هي غير كي الدويره صغيره هكا غير كي الدباره صغيره، حتى شتها واقفه قدامي هكا انفاصليه. شوفوا واحد الخوفه قبضتني واحد الرهبه قبضتني، يا كرعيه قعدوا يرجفوا. ايماجينو الظلمه والليل والمقبره ومن بعد تلقى انسان واقف انفاصليك، مراه متجلببه يعني متنقبه يعني كل شيء كحل ما يبان والو هكا انفاصليك. انا نشوف فيها وهي تشوف فيا، انا نشوف فيها وهي تشوف فيا، من العلم انا ما كنتش نشوف لها لا عينيها لا والو، بصح كانت انفاصليه تشوف فيا هكا. شوفوا قصاي فشلت ما لقيت ما ندير، مسيوه يعني درت وعطيتها هربت، قعدت نتمشى بواحد الخطى متسارعه قعدت نخف المشيه. كي قربت نوصل للباب تاع المقبره درت لقيتها واقفه وتشوف فيا. ايا رحت للدار بالعمي كشغل خوفتني رهبتني، ما قلت باش وصلت للدار. كي وصلت للدار وصلت فري كشغل مخلوع مانيش عارف قاع شكاين. المهم قلت انا شو تتخذ طيح في البحر لك حال نش دخلني فيها انا يتبت في مقبره لو وين تبات لا يسهل على كل واحد. اي الغدوه بكرت صباح كيما مداري صليت الفجر وجيت. اي كي جيت لبلاصتي كيما مداري تاني كي نجي انا تجي تخرج هي تقول تكون تحضيني. اي جات جمعت حدايا كيما مداري قعدنا هكا فوتنا المهم هكا وقيته وكل شيء حتى مع كي طلع النهار كل شيء شفت واحد جماعه جايين يجروا معاهم كيما نقولوا رئيس الحي كيما نقولوا حنايا هذاك الحي هذاك كان عندهم واحد يعني مكلفينه بامور هذاك الحي هذاك، وواحد والعساس تاع المقبره، وواحد زوج جماعه من البلديه يخدموا في لاميري. هيا جايين يجروا هكا ويتهاوشوا يعني يتهاضروا بلينار. انا شكيت بلي كاينه حاجه. انا كي دخلوا هما دخلت موراهم نجري المقبره.
أيا لقيتهم واقفين عند واحد القبر، يا خوتي ذاك المنظر والله ما ننساه. لقينا كشغل قلتهم شكاين شكاين. هي قال لي الاخر هذاك تاع البلديه، قال لي يا ودي، قال لي الكلاب نبشوا قبر وجبدوا جثه، قال لي جينا نسقدوا الحاله. ايا انا تقدمت نشوف والله العظيم منظر ما تقدوش، يعني ما تامنوش عقلكم. جثه مجبوده، يعني خارجه من الكفن، الجمجمه نتاعها قاع مهرسه، يعني مقطعينها. والله العظيم انا كي شفت المنظر قلبي طلع، ما قدرتش صاي، ما قدرتش يعني نزيد نشوف، خرجت نجري. اي خرجت، بلعت البراكه وشورت، بلعت هذيك الطابله تاعي وشورت، صاي ما قديتش. ديجا البارح خلعه تاع هذيك المراه، زيد اليوم نشوف جثه مجبوده وموجو وراسها قاع مفلق. ايماجينو معايا قبر محلول. صاي انا دخلت في واحد يعني دوامه، وليت نرقد ما نرقدهاش، قعدت شحال من يوم ما حليتش الاخرى، ما حليتش هذيك الطابله تاعي. اي من بعد قعدت كيما هكا نعلت الشيطان، قلت لا ولا هذه ما تخرجنيش، نولي نخدم وصاي، هذه هي الدنيا شا باغي دير. ما نكذبش عليكم، انا كي شغل توسوست. انا قلت كيفاه كلاب يوصلوا يحلوا قبر ويخرجوا الجثه قلت ها هو هذه خدمه تاع بنادم، هذه ماشي خدمه تاع كلاب. قعدت نخمم، جيت في راسي هذيك المراه، قلت بالك هذيك المراه، قلت بالك مريضه معقلها ولا ماشي نورمال، ولا دير كاش حاجه كيما هاك ولا. عاد قلت ما امبوسيبل، مراه ما تقدرش تحفر قبر، مراه تحفر قبر ما تنجمش. يعني القبر يعني حاجه صعيبه باش يحفروه رجال ويطولوا، كيفاه مراه تحفر. استبعدتها، قلت لا ولا ماشي هي. وليت خدمتي كيما مداري، حليت كيما مداري، تاني تشتها خارجه، جمعت هاد الخطره جمعت اونفاس ليا. ايا جات واحد الجنازه، دخلت تجري كيما مداري، تجري 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 هاكا تنقز، يا ودي تنقز طاشاوه تنقز. هاكا تقول تقع ما هادي ماشي مرا تجري. ايا دخلت، من بعد انايا قلت توسوست، انايا قلت هذه اللي راها كل ما تجي جنازه تدخل تجري، زعما كشغل قعدت نحاول نربط في الاحداث. قبر محلول، مرا كل ما تشوف جنازه تدخل، هذه فيها ان، قلت هذه سير فيها ان. ايا قعدت كملت صوالحي، نبيع كيما مداري، يجون لي كليون يشرو عليا وقاع عادي نورمال. فوت نهاري كي جات تاع باش نبلع ونشاور المغرب هكا بدا يطيح الليل. ايا بلعت، كي شافتني نبلع دخلت، جات داخله المقبره. ايا انا قلت اليوم خصني نتبعها، اليوم ما فيهاش، اليوم يليق نتبعها ونشوف شكاين، بس الشاوة خصني ما نبينلهاش بلي نتبعها. خليتها دخلت، وانا درت بروحي زعما مشور لداري هكا، رايح مطريقي اللي نجي معاها. كي شفت مليح كي درت لقيتها بلي صاي دخلت، وليت مع الحيط تاع المقبره، وليت نتمشى غير بشويه، نتمشى غير بشويه بشويه بشويه. تدخلت المقبره، كانت الظلمه بصح كاين الضوء تاع القمره، يعني تشوف شكاين قدامك. قعدت نتمشى غير بشويه بصح قعدت حاضيها للبعيد، ما بغيت ندير حتى حس باش ما تشوفنيش ولا تهرب لا. قعدت نحوس نفهم هاد المراه اللي راها تدخل للمقبره في الليل شراهي دير، شراهي دير سبحان الله، شا ولا الهدف تاعها. هي تبعتها غير للبعد، اعطيتها لوسع لوسع. قعدت نتمشى حتى قعدت تطيح الشتا المطر. هيا قلت علامه كي قاعد يطيح المطر والحس تاع المطر هكا، كشغل الحس تاع كرعيه ما قعدش يبان، معناتها كون ما تسمعش الحس تاع كرعيه، تقعد تسمع غير في المطر هكا يطيح في الارض. اي تبعتها للبعد، حبست في واحد البلاصه، رفدت الباله، دارتها تحت جلبابها. اي انا قلت باله ايش غدير بالباله هذه، سبحان الله العظيم.
هي زدت تبعتها حتى شتها حبست عند واحد القبر، حطت هذيك البالة وبدت تقلع في الجلباب، قلعت الجلباب وتحت الجلباب لابسة بدعية كحلة. المهم كي قلعت النقاب تاعها ونتفاجأ، صدمت عمري. فينالمو هذيك الطلابة اللي دير جلباب وتجي تقعد دايما وما تبغيش تهدر وقاع، خرجتها راجل ماشي مرا. انا انخلعت، انا صدمت صايع، حليت فمي، قلت قاعد ترد في الهضرة على بيها ما تبغيش تهدر، لافوت تاع راجل وعلى بيها طايقة، هذا الطيوقية هذه تاع راجل ماشي تاع مرا، وخفيفة هكا وتجري. بس قعدت نقول شا باغي يدير، شراه باغي يدير هذا. حتى شته قلع هذيك البدعية، قعد لابس نورمال كسوة عرجل سروال وتريكو، وبدا يحفر في القبر الجديد اللي دفنوه في ذاك الصباح. عاود تربط الأحداث على بيها، كي يشوف الجنازة جات جابوا كاش ميت جديد يمشي يجري باش يحفظ بلاصة القبر وين، باش في الليل يحفر ويدير الخدمة تاعه. انا يعني قعدت جمعت يعني كشو قررت مور واحد الشاهدة تاع واحد القبر، وقعدت نشوف غير من طرف العين، يعني غير هكا من البعد، وكنت بعيد شوية عليه. يا جماعة صدقوني بالله، إلى منظر كما تاع الفيلمات هذوك الخيالية. حفر القبر، قعد شحال هو يحفر، جبد الجثة اللي دفنوه هذاك النهار، اقلع الكفن. والله يا جماعة صدقوني بالله، جبد واحد الخدمي وحل الراس نتاع الجثة، وبكل وحشية يجبد المخ تاع هذيك الجثة وداره في صاشية. حسبي الله ونعم الوكيل. هذاك المنظر جامي في حياتي ننساه، جامي في حياتي يروح من بالي. انا كي شت هذيك اللقطة صاي، كنت البلاصة اللي كنت مقرت فيها شغل الحجر تحت كرعية، غير هكا زلقت، يعني كراي غير زلقت شوية الحجرة تكورت. السيد دار كي دار انا يدركت مور الشاهدة تاع تاع ذاك القبر. عاود كي طليت عليه ما لقيتهش صاي. قلت غادي كي ندور نلقاه موراي خبطني ببال للراس، يدفني هنا دروك يدفني ما في ذاك القبر. شوف حاجة ما خممت حتى في حاجة اللي درتها اني نط ورحت نجري حدي طشاوة نجري، يا كرايا يتخالفوا. قلت صاي غادي يلحقني يضربني بالا يجيبني هندرة ويجيبني ميت. نجري ونقول يا ربي سلكني يا ربي سلكني يا ربي سلكني، حتى قعدت نشوف يعني في الضوء تاع الطريق الباب تاع المقبرة وكلشي، نجري يا ربي تسلكني حتى خرجت برا وسلكت. هاكاك وما تهنيتش، خبطتها بجرية غير للدار. يا ودي غير للدار، شوف قلبي خرج. كي وصلت للدار هذيك الليلة ما رقدتش، هذيك الليلة بايت نايض من هول المنظر. إنسان يعني وش من قلب يفتح قبر ويحل جثة ويزيد يقطعها ويزيد يقلع المخ، يا لطيف يا ستار. الغدوة كي صبح الحال رحت اديك الخريط عند لابوليس، قلت لهم هاشا كاين وراحوا يعني ولقاو الامر نيشان. بصح هذاك اللي كانت لعبتها طلابة هذاك الراجل ما زادتش بانت من ذاك الليلة، اختفت نهائيا، او بالاحرى نقولوا اختفى، على خاطرش كان راجل. عرفنا باللي هذا الراجل هذا كان يمارس السحر والشعوذة والعياذ بالله، والمخ تاع الانسان اللي كان يديه ويبيعه كان يسوى الملاير في ذاك الوقت. حسبي الله ونعم الوكيل. دروك انا انسان راني كبير في العمر، بصح ولا يوم نسيت هذاك المنظر اللي شته. عند الله تلتقي الخصوم. والله الحاجة اللي نقولها
اللي يعني ما قدرتش ننسى. راني كبرت في العمر وراني فاتوا عليا عوام وعوام، بصح هذاك المنظر وهذاك الخوف اللي عشته في ذيك الليلة جامي في حياتي ننساه. انتهت قصتنا لنهار اليوم. نشوفكم في حكاية جديدة وفيديو جديد. ما تنسوش اشتركوا في القناة وديروا جام وفعلوا الجرس وكبروا للعائلة من فضلكم. سلام.